حكاية قديس وشهيد عارفين مين هو بابا نويل أو سانتا كلوز؟ هو اتولد في القرن الرابع ميلادي وكان أسقف على مدينة نورا. كان متعلم الفضيلة ومحبة الناس ومحبة الفقراء والمحتاجين، وكانت أهم صفة عنده صفة فضيلة العطاء في الخفاء. تعالوا نعرف قصة القديس نيكلاوس. قديس نيكلاوس اتولد من أب وأم كانوا كبار في السن، كانش ربنا مديهم أطفال، كانوا دايما يصلوا لربنا علشان يديهم، ولما اداهم ولد سموه نيكلاوس. وكان من صغره معروف بالمحبة ومعروف بالعطاء. لما كبر شوية باباه ومامته تنيحوا، فباع كل شيء عندهم وراح ادى الفلوس للفقراء والمحتاجين. وبعد كده راح الدير واترهبن في الدير. ولما بعد ما اترهبن في الدير ومن كتر محبته للناس وللرهبان كان معروف عنه المحبة والحكمة، ففي الوقت ده رسموه أب كاهن وهو سنه 19 سنة، وكان سنه صغير جدا. وبعديها عرف انه في الراجل ده كان غني جدا، لكن خسر كل فلوسه وعايز يشغل بناته، عنده 3 بنات عايز يشغلهم في حاجة مش كويسة علشان يجيبوا فلوس علشان يتجوزوا. في الوقت ده كانت خطوبة البنت الكبيرة، فراح القديس نيكلاوس للمكان ده وحدف لهم من الشباك كيس مليان نقود. الكيس ده من النقود اللي الناس بتبقى متبرعة بيها للكنيسة او بتبقى زي نظام عشور للكنيسة. فخد الكيس واداه. الراجل لما لقي كده فرح جدا وراح مجوز بنته الكبيرة. جه بعد كده جت خطوبة البنت التانية، فبرضه في نفس اليوم راح عمل نفس الحاجة وراح حدف له برضه كيس نقود. في الكيس الراجل برضه فرح وجوز بنته التانية. جه عند جوازة البنت التالتة قال لا لازم بقى اعرف مين اللي بيعمل كده، فقعد متابع من عند الشباك. واول ما الكيس اتحدف راح طلع يجري، فتح الباب ولقي القديس نيكلاوس. بس القديس في الوقت ده قال له ما تقولش ان انا اللي بعمل كده، عشان انا بحب اعمل الحاجة في الخفاء محدش يعرف عنها. وبعد كده تنيح اسقف نورا، فبقى القديس نيكلاوس هو في الوقت ده اسقف على نورا. ولما بقى اسقف على نورا كان ليه صيت في كل مكان، كانت الناس بتسمع عنه بالمحبة وانه هو بيعطي الفقراء وانه هو بيساعد الناس كلها. كانت الناس بتروح له وكانوا بيسمعوا كلامه. كمان كان بيفتقد الناس في البيوت. وبعد كده سمع ببدعة اريوس واني بتقول انه السيد المسيح غير ازلي، وكمان كان بيقول انه غير مساوي للاب في الجوهر. ففي الوقت ده اتضايق جدا، وصل للملك ديكليديانوس انه القديس نيكلاوس بيعمل اعمال رحمه كتيره جدا وانه مسيحي. ده راح قبض عليه ورماه في السجن. ولما كان في السجن كان طبعا قعد في السجن فتره كبيره جدا لغايه لما جت فتره الملك قسطنطين. فالملك قسطنطين طلع كل المسيحيين اللي كانوا مضطهدينهم ووضعينهم في السجن وراح مخرجهم من السجن. وبعد لما خرج من السجن كان من ضمن ال 318 اسقف اللي حضروا مجمع نيقيا سنة 325 اللي كان المجمع بسبب بدعة أريوس. وبعد كده راح كتب قانون الإيمان هو والبابا أثناسيوس. ودي كانت قصة القديس نيكلاوس، وبركة القديس نيكلاوس تكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.